السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم احلى اخوات في الدنيا واحلى ناس واحلى عيلة. وحشتوني جدا جدا. بصوا بقى النهاردة قلت ايه اعمل معاكم بقى فكرة. اشوف بقى الذرة اللي هو بتاع المقلة ده، عارفين الذرة اللي هو المملح بتاع المقلة ده. حبيت ان انا اجرب الفكرة دي بصراحة، وقلت هجربها معاكم واشوف النتيجة بتاعتها عاملة ايه، وهيطلع زي ذرة المقلة ولا لأ. فقلنا بقى نشوف كده الدنيا. انا جبت لكم بقى الذرة ده. هو ده ذرة اصفر وذرة احمر. الذرة ده اللي هو بيبقى مزروع في الغيط عادي عندنا. فانا بصراحة مش عارفة هو الذرة اللي هو بتاع المقلة ده بيتعمل من نفس النوع ولا لا. فاللي عنده فكرة برضو، واللي عنده خلفية ان هو بيتعمل من انهي نوع من الذرة يعرفني. فانا بصراحة قلت اجرب معاكم ونعمل مع بعض شوية ذرة مملح كده، ونشوف النتيجة بتاعته هتبقى عاملة ايه. فنبدأ بقى كده الأول نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الذرة اللي انتوا شفتوه بقى ده أنا جبته الأول، فرطته بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فرطت الذرة الأحمر والذرة الأصفر، حطيتهم كده كده على بعض لأن هما هيتعملوا برضو مع بعض. فقلت بقى أجرب وأشوف هننفع ولا مش هننفع، ونشوف التجربة إذا كانت فعلا صح ولا لأ. وقلت برضو أشوف هيطلع نفس النتيجة بتاع الذرة بتاع المقلة ولا لأ. أول حاجة طبعا أنا فرطت الذرة وغسلت غسلة كويسة كده بالمية، وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا هجهز بقى الاول ميه على النار كده، احط ميه. جبت بقى حله حطيت فيها ميه على النار. طبعا احنا هندي الذره بتاعنا ده سلقه كده. هو احنا مش هنسلقه سلقه كامله، لا هنسلقه يعني 3/4 سوا كده. هننزل بقى بالذره بتاعنا في الحله كده الميه المغليه دي، وهنبدا ان احنا بقى ايه نخليه يغلي مع بعضه كده ويبدا ان هو يبقى 3/4 سوا. ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هنزل بس بمعلقه ملح كده حلوه عشان يبقى مملح برضو من جواه. طبعا هو في مرحله الغليان اهو. زي ما انتم شايفين بقى كده. ههدي بقى عليه النار واشوف بقى النتيجة بتاعته بعد كده. طبعا بقى بعد ما استوى 3/4 سوا، انا طلعته وصفيته بقى في المصفى كده، غسلته برضو تاني وحطيته في مصفى برضو ان هو يتصفى كويس من المية. زي ما انتم شايفين بقى كده ايه النتيجة بتاعته بعد ما سلقني. المرحلة بقى الجاية ان احنا هنجهز بقى الحاجة بتاعته اللي احنا هنحطها عليه. هنبهره بقى والكلام ده يعني اللي انتوا عارفينه ده. طبعا انا معايا كوباية دقيق كبيرة، ومعايا نشا، ومعايا هنا بقى ايه البهارات اللي احنا هنحطها. معايا هنا معلقة بابريكا، معايا معلقة بهارات فراخ برضه عشان عايزاه يبقى بطعم الفراخ كده الحلو، ومعايا ملح، معايا شطة، معايا فلفل، معايا هنا كركم، ومعايا كمون. كل الحاجات دي كلها معلقة، كل حاجة منها نوعها معلقة. هنبدأ بقى ان احنا نبخر معانا الذرة. انا جبت الذرة، انا طبعا مش عايزاه ناشف خالص، عايزاه برضو يبقى فيه سنة بلولة كده، بحيث ان هو برضو يتشرب معايا المقادير بتاعتي والبهارات بتاعتي. نزلت عليه طبعا بكوباية الدقيق، ونزلت عليه بالنشا. طبعا حوالي معلقتين نشا كبار، هو الكيس ده بالمقدار ده يعني حوالي معلقتين كبار. وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي برضو كلها. هنزل بالبهارات كلها على الدقيق وعلى النشا. هقلب بقى كل الحاجات دي كلها مع الذرة كده تقليبة كويسة. هغلف الذرة بقى بتاعنا ده كله، هغلفه بالبهارات بتاعتي والدقيق والنشا ايه، تغليفة حلوة كده، بحيث ان حباية الذرة كلها تبقى متغلفة كويس جدا بالبهارات والملح والدقيق. دي اهم خطوة نعملها. هقلب بقى كل ده مع بعضه، بحيث ان انا اتأكد ان انا غلفت الكمية كلها بتاعة الذرة. لما تبقى بالشكل بقى ده خلاص كده ايه الكمية كلها اتغلفت كويس جدا.
بقت كده ايه تمام قوي. هبدأ بقى ان انا اجيب منخل، وهنخل بقى ايه الذرة بتاعنا ده، ههزه برضو هزة بسيطة كده بحيث ان انا انزل الدقيق الزيادة فيه، ما يبقاش فيه دقيق زيادة، يبقى هي الحباية بس متغلفة وخلاص، ما فيهاش اي حاجة تانية اكتر من كده. بالشكل ده هكمل بقى الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، كلها هندخلها في المنخل كده، ههزها في المنخل كده بحيث ان تنزل الدقيق كله ويبقى جاهز ان احنا نقليه على طول. الكمية بتاعتي بقى كده كلها هي زي ما انتوا شايفينها، انا نزلت الدقيق كله، ما بقاش فيه غير هي حبات الذرة بس وعليها التغليفة بتاعة الدقيق والبهارات. المرحلة بقى الجاية ان انا هبدأ بقى اجهز بقى، اجيب طاسة على النار كده، وهنزل بقى بشوية زيت بقى في الطاسة، يعني هي عايزة زيت غزير بصراحة، يعني حط زيت ايه شوية حلوين كده، لان هو اصلا الذرة ده بيشرب برضو زيت. وفي نفس الوقت مش عايزة اقول لكم انا حصل لي ايه اصلا في الفيديو ده، يعني بسبب الذرة بصراحة. فانا انصحكم ان انتوا لما تيجي تقلوه في الزيت ده تغطوه، لان هو اصلا بيطرطش جامد جدا جدا. يعني انا مش عارفة بصراحة، يعني كان في كمية طرطشة كده بتاعت زيت، بيطرطش ويفرقع ويطرقع، يعني بصوا بقى مش عايزة اقول لكم يعني. فنصيحة مني ان انتوا تغطوه وانتوا بتعملوه كده، اهم حاجة ان انتوا تغطوه بحيث ان انتوا تضمنوا ان مفيش اي حاجة بقى تيجي عليكم، ولا طرطشة تيجي على اي حاجة حواليكم، ولا يحصل اي حاجة. انا نزلت طبعا بقى بالذرة في الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هفضل بقى اقلبه طبعا كويس جدا واحمصه قوي قوي، ما احس ان انا ايه وصلت بقى لمرحله حلوه، احس ان هو بيشخلل معايا كده، واتاكد ان هو خلاص كده ايه المرحله بتاعته خلاص هو استوى كويس جدا كده. يعني هو بصراحه كان حلو، بس هو النتيجه بتاعته برضو في النهايه ما طلعتش زي بتاعه المقله بصراحه يعني. يعني انا لما عملته ما طلعتش النتيجه بتاعته زي الذره اللي احنا بنجيبه برضو من المقله، هو كان حلو تمام وكل حاجه، بس مش النتيجه برضو النهائيه بتاعه الذره بتاع المقله. فانا عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات اذا كان الذره ده هو فعلا بيتعمل منه الذره بتاعه المملح ده ولا لا. ويا رب يكون الفيديو بقى النهارده عجبكم وكان خفيف برضو كده ولذيذ وفكره جديده. وبعدين احنا قلنا نجرب برضو مع بعض، وان شاء الله التجربه تبقى حلوه، ونجرب برضو في حاجات تانية كتير. التجربه مش عيب ولا حرام. احنا بنجرب مع بعض ونشوف برضو النتيجه النهائيه بتاعه الحاجه. ان كانت حلوه ماشي نعملها، مش حلوه خلاص احنا عملناها مره برضو وجربنا وكده. هو ده